في مباراة شبه ودية، الزمالك يفوز على الإسماعيلي 3-1 وتصدر الدوري الممتاز. ونوع على إيه يا عم كولر؟ وفاة الأسطورة بيليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة يا جماعة هنتكلم عليها النهاردة طبعا مباراة الزمالك والإسماعيلي، وانتهت بفوز الزمالك 3-1 في مباراة من أسهل المباريات على الزمالك طبعا كالعادة في آخر 20 سنة ولا 30 سنة. مباراة الزمالك والإسماعيلي بتتسم بالمباريات الشبه ودية، مباراة هادية. يعني فريق لسه مغير مدير فني وجايب ميدو، واول ما بقى جايب هدف في الدقيقه الثانيه، يعني المفروض بدايه ولا اروع عليك انك تلعب كوره وتبين نفسك وتطلع من الموقف اللي انت فيه في اخر الدوري. لا، ده جابوا الجون بعدها الزمالك رد بثلاثه، والبركه في كابتن حمدي النجاز اللي الزمالك ما استفادش منه طول ما هو بيلعب في الزمالك قد ما استفاد منه النهارده. هدف اول عرضيه يوسف سامي خدها من وراه ازاي؟ يعني اللاعب المفروض انت باصص على الكوره وشايف اللاعب ولا هيجيب جون، مش الكوره مش هتدخل لوحدها يا كابتن حمدي. يعني الناس وغلطات ناس كتير بتغلط والله في قلب الدفاع يا جماعه، بس بالمناسبه في كور زي دي هي الكوره اما تتعرض ولا اللاعب يجيبها في المنطقه، ومين اللي هيجيب الجون ده؟ مش في اللاعب اللي هيجيبها ولا هتدخل لوحدها. فما بتبقى حاجه غريبه تلاقي لاعب مش ماسك اللاعب، يعني اللاعب اقرب لاعب ليه ما انتش ماسكه ليه؟ ما هو ده اللي هيجيب الجون. يعني انت واقف في المنطقه وخلاص، مش تبقى واقف قريب من اللاعب بتاعك، اللاعب اللي ممكن يجيب الجون منك. فكرة غريبة، لاعب 2 متر واحد ورا يوسف اسامه نبيه خدها من وراه بكل سهوله، حطها برجله جاب هدف التعادل. بعدها بضربة جزاء برضه لاعب بيشوطها حمدي النجاز عامل لي ايده كده، مش عارف ايه الوضع الغريب ده، ما هو طبيعي يعني. ويا ابني ده في فار، يعني انت بأمارة ايه بتعمل حركة زي دي؟ يعني انت المدرب الحكم لو ما شافهاش في فار كده كده هيحسبها. فانا بستغرب والله، اللعيبه دي لعيبه محترفه، يعني مش لاعب مصري ولا لعيب مثلا من ابن النادي فبيحاولوا بيجربوه، ده لاعب محترف يعني المفروض يبقى مميز عن اللاعب اللي عنده. فانا مش عارف التعاقدات دي بيجيبوا التعاقدات دي والله، يعني حمدي النجاز ده يجي بأمارة ايه فريد اسماعيل؟ وحمدي النجاز ده عشان تستفيد منه من وجهة نظر ما يلعبش باك، لو بتلعب مثلا 4-3-3 ممكن تلعبه التالت لعيب تالت في نص الدفاع، تستفيد من برجله الواسع كهجوم، لكن كدفاع ده هيخرب بيت الاسماعيلي والله. لو تاني يلعب باك طول الدوري يعني هيخليهم يفقدوا نقاط كتير بسبب جبهته والجبهه اليمنى دي كاداء دفاع. لاعب دفاعيا صفر، وكله يفتكر هدف حسين الشحات الشمسيه اللي عايش عليها لحد دلوقتي حسين الشحات مع جمهور الاهلي. الحاجه الوحيده يعني هي الحاجه الوحيده اللي مصبره جمهور الاهلي على حسين الشحات، فاكرينها له كويسه كوره زي الشمسيه بتاعت حمدي النجاز. فانا شايف يعني الناس اللي بتعمل تعاقدات ده مش عارف قله فهم، قله خبره، عدم ضمير، والله ما مش عارف اقولها ايه، ما افسرها زي الناس اللي بتعمل تعاقدات في الانديه دي، اللعيبه الغريبه اللي بيجيبوها. يعني انت حمدي نجاز كله شايفه في الزمالك وكله شايف مستواه كان عامل ايه، يعني بأمانة انت تجيبه نادي زي نادي الاسماعيلي وتلعبه باك؟ ما هو معروف ان هو لاعب يعني دفاعيا صفر يعني والله اللي من صفر من 10 كمان. والهدف الثالث طبعا كان الكابتن عمرو السيس المنضم حديثا من فريق طلائع الجيش. وانتهت المباراة من الشوط الأول 3-1، وكانت مباراة ولا أسهل على الزمالك، ومباراة كانت والله الشوط الثاني اللي واحد كان عايز، يعني الناس كانت تقريبا كتير كانت عايزة تنام بتتفرج عليها. مباراة سهلة، أحمد زيزو قاعد يلعب كعوب، فتوح قاعد يلعب برضه ينطط الكورة، كل ماتش سهل يساعد على إنك تعمل كل حاجة أنت نفسك فيه. المباراة دي طبعا إنه برضه يحسب لفريرا إنه لعب بخطة 4-3-3، غير طريقته المعروفة 5-3-2. ومباراة كان يعني لعب سيف الجزيري مكان كابتن محمد عبد الغني، الشاهد محمد عبد الغني من قلب الدفاع، ولعب أربعة بس ورا، ولعب قدام سيف الجزيري زوده مع أحمد زيزو ويوسف أسامة نبيه. بالمناسبة يوسف أسامة نبيه طبعا برضو لازم نقول يعني نشكر في تألقه الفترة الأخيرة، طبعا نشكر لازم كل لاعب ياخد حقه. هو وحسام عبد المجيد بأمانة عاملين موسم ولا أروع، يعني خصوصا حسام عبد المجيد ده يا جماعة في قلب الدفاع. لاعب والله يعني عاجبني مستواه جدا، يعني من أفضل لعيبة قلوب الدفاع في مصر. يعني شايف منتخب مصر حاليا افضل لعيبه قلب دفاع فيه هو محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد، ويجي وراهم طبعا احمد حجازي ومحمود متولي، بس مع شويه لياقه ترجع له. طبعا محمود متولي لان كورته عاليه جدا مقارنه باي لاعب تاني في مصر. هم دول الاربعه اللي انا شايفهم يعني حاليا منتخب مصر. وحسام عبد المجيد ده برضو يعني دايما كل مباراه بيبقى من نجوم فريق الزمالك والله. ده عامل موسم يعني لاعب ان شاء الله متوقع له مستقبل كبير. الحاجه التانيه اللي حابب اتكلم فيها كابتن ميدو يا جماعه، يعني الناس بتقول كتير بتقول انت جيت عليه جامد في الانتقادات، انت مالك انت لاعب عالمي، ده لاعب كان محترف، بس انا بتكلم عليه كمدرب. لاعب تجاربه كلها مع الزمالك، لاعب ليه تجربتين قبل كده مع الزمالك، لاعب ليه تجربه مع وادي دجله، ليه تجربه مع مصر المقاصه، مفيش ولا تجربه ناجحه. يقول لك الاسماعيلي التجربه الوحيده كان مسكهم قبل كده 4 مباريات ولا 5، يعني قعد مباريات قليل وسابهم وراح الزمالك، ما كملش التجربه، ما ينفعش نحكم عليه. يقول لك فاز مع الاسماعيلي قبل كده بكام ماتشين ثلاثه، وانت هتحكم على تجربه من ماتشين؟ فانا شايف ميدو يعني ملوش تجربه ولا تجربه ناجحه يعني. والناس تطلع على طول تقول ده مش مرشح لانضمام لمنتخب مصر. طب بأمارة ايه يا جماعه؟ طب بأمارة انت مرشح لانضمام لمنتخب مصر؟ ايه السي في بتاعك كمدرب يشفع لك انت تدرب منتخب مصر؟ ويعني برضه الواحد الناس نفسي تحترم عقول الجمهور يعني اللي بيسمع الكلام ده.
يعني هو ميدو بأمارة تحب هو دلوقتي مع الاسماعيلي، يا رب تكون التجربه الناجحه الاولى ليه كمدرب. يعني لو نجح مع الاسماعيلي تبقى التجربه الناجحه ليه، حتى لو نجح يبقى لو تترشح لتدريب منتخب مصر واحد حتى يبقى ايه، يعقلها شويه يعني يشربها شويه ان ترشيح زي ده. لكن في الطبيعي كسيفيل مدميدو حتى الان ملوش اي سيفي يشفع انه يدرب منتخب مصر، ولا يدرب والله نادي الزمالك. اما درب الزمالك مرتين ما بيعرفش يدرب الزمالك بأمارة ايه مرتين. وكل لاعب يحترف يا جماعه ونجح في الاحتراف يبقى يمسك زمالك واهلي. يعني معنى كده ان محمد النني يجي من ارسنال ويلعب في ارسنال مده طويله بقى يجي يمسك نادي الزمالك مستريح، ما هو لاعب محترف وليه تجارب نجاح في الاحتراف، بعيدا عن رايي فيه مع اداء واداء كان مع منتخب مصر. فنفس الناس يعني تهدى كده ويبقى في حاجه بالورقه والقلم وحسابات، ما تبقاش ترشيحات كده وخلاص عشوائيه كعاده الاتحاد الكره المصري. ومباراة الزمالك طبعا الاسماعيلي ما فيهاش كلام كتير يتكلموا عليه فيها، المباراة كانت بقول لك شبه مباراة ودية والناس اللي شافتها كلها تتفق معاها بكده. المباراة التانية مباراة مفاجأة طبعا، أسوان عملها وفاز على المصري، ونحيي فيها طبعا الكابتن أيمن الرمادي وهارد لك لكابتن حسام حسن. يعني بأمانة برضو المصري ضيعت فرص كتير، لكن مهما ضيعت مجرد إن أسوان يفوز على المصري في حد ذاتها يعني لازم نحيي الكابتن أيمن الرمادي، إن يا جماعة الإمكانيات. يعني تقريبا أعلى عقد في أسوان تقريبا ما يجيبش 750 ألف جنيه، إنه يعمل كده مع النادي زي المصري ويفوز عليه. فلازم أسوان ياخد حقه، والكابتن أيمن الرمادي طبعا ياخد حقه برضه. والف مبروك لاسوان وهارد لك للكابتن حسام حسن. الحاجه التانية اللي عايز اتكلم فيها بقى يا جماعه، تصريحات عم كولر. مش عارف يعني انت مستر كولر ناوي على ايه يعني؟ امبارح يقول لك ما عجبنيش ولا مهاجم من الثلاثه المهاجمين بتوع الاهلي، وشادي حسين انا لعبته كان كويس بس ما جابش ولا جون، والمهاجم انا تقديره بيبقى بالاهداف. وقبل كده يقول لك انا بطالب جمهور الاهلي انه يحضر زي جمهور المنافسين. إيه يا عم انت بتتكلم عن جمهور الاهلي؟ يا جماعه حد يفهم مارسيل كولر ده جمهور الاهلي؟ جمهور الاهلي ده اكتر جمهور في الوطن العربي. يعني الناس يدرك هو قبل ما يطلع التصريح زي ده يعني ايه، يعني معناه يعني ان الزمالك هو مثلا جماهيريا بيحضر اكتر، فالزمالك جماهيره مسانده للنادي اكتر ما جمهور الاهلي مساند. انت بتقلل كده من جمهور الاهلي، وده حاجه يعني اول مدرب يجي في تاريخ الاهلي يقول تصريح زي ده. ولما شايف المجلس ده لازم يتكلم معاه في تصريح زي ده والله. وبرضه يتكلموا معاه في تصريح انه يقول على شادي حسين هو لاعب كويس بس مطالب بالاهداف، وانا لاعبين الثلاثه ما اقنعونيش. زي ما هو دورك ان هو يحرز اهداف يا مستر كولر، انت كمان دورك ان انت تحمي لعيبتك، ودورك ان انت تطور مستواهم. شادي حسين ما كلنا شايفين اللي كان ليه اهداف مع السيراميكا، اهداف ولا اروع من كل مكان من الملعب كان بيجيب اهداف. مش من اول ماتش يعني ولا تاني ماتش يضيع فرصتين ثلاثه، لكن هو كان بيتحرك. يعني انت كده انت بتقتل اللاعب والله. والله انا شايف يعني انت يا مستر كنت بادئ بدايه كويسه جدا يا كولر، بس انت مع الوقت ليك تصريحات وليك حاجات كده بعيدا عن تغييراتك اللي كلها بقالها فتره تغييرات غريبه. مش عارف يعني انت كولر ده ناوي عليه مع الاهلي؟ يعني بوضعك ده انت بتقول انا مش، انا ماشي يعني انت لو ممكن الاهلي بالتالي لو صبروا عليه يخرج كاس العالم للانديه بعد كلمه تصريح عن جمهور الاهلي اللي هو اكتر عدد جمهور في الوطن العربي، انك تقول يحضر زي المنافس. طب قول لي يحضر من غير ما تقول زي المنافسين ومش وتصريحات. يعني انت كده انت يعني ايه بتعلم المنافس تقول له ده انا جمهور حقهم بقى يتكلموا، اعلام الزمالك حقه يتكلم على جمهور الاهلي، ده احنا جمهورنا اللي ياما هنا ما هناك. ما انت اللي بتقل من جمهور الاهلي. وجمهور الاهلي ده تاريخيا ما يعرفوش مستر كولر انه اعلى جماهير في الوطن العربي. ولو ما بيحضرش ممكن الله اعلم هو العدد المسموح به هو بيحضر بيه، ممكن الجمهور المنافس هو بيحضر زياده عن العدد ده، الاهلي هيتحكم فيها ازاي؟ فانت يعني ايه شايف كولر ده حد لازم يتكلم معاه مجلس الاداره، وبرضه عن تصريحات المهاجمين. انت كده بتقتل مهاجمين الاهلي. وانا شايف شادي حسين ده بقول لك تاني اعلى مهاجم في مصر، وانت ان عجينا واجينا مشيت وجا مدرب غيرك هيعرف يطلع ان شاء الله امكانيات شادي حسين ده، وهيبان للجمهور المصري كله ان انت يعني انت من مباراتين ظلمت الراجل وخلصت عليه. ليه يعني ايه لازمتها تصريح زي ده؟ ما تخليها في الغرف المغلقه مع مجلس الاداره مع لجنه الكوره انك تقول تصريح زي ده. لكن طلع بعد المباراه عشان مضغوط ما انتش عارف تقول ايه، تقول شادي حسين ولا لاعب شادي حسين ما اثبتش نفسه ولا مهاجم في الاهلي مقنع اذا كان محمد شريف او حسام حسن او شادي حسين. فانا شايف كولر بيكتب النهايه مع الاهلي والله بيوم بعد التاني، مع انه والله كان نفسي ينجح. انا حد ما يحبش يعني عدم الاستقرار اللي كل سنه نجيب مدرب ونقول ده مش ناجح وندوروا على غيره. بس هو بتصريحاته الغريبه دي انا شايف يعني تصريحات والله مش واحد في وعيه خالص، ان هو يقول لك انا عايز جمهور الاهلي يحضر زي المنافس. دي انا مش زعلان، انا كواحد من جمهور الاهلي مش زعلان خالص ايه يحضر زي جمهور المنافس ده؟ ده طول عمره مباريات الاهلي والزمالك الزمالك بيشتكي انه يعني ويبان عدد في جمهور الزمالك اقل من جمهور الاهلي، تروح تقول لي انا عايز زي المنافس. ده بقول له يحضر من غير ما تقول زي حد. والحاجه التانيه ان تقلل من مهاجمينك، انت بتقتلهم، انت كده استفدت ايه؟ انت كده على الماتش انت داخل على ماتش بيراميدز يوم الاثنين اللي هيلعب كده انت منزله ازاي يأدي في الملعب؟
ما تقول اللاعب جاي، يقول اللاعب شادي حسين ضيع، لكن طبيعي اللاعب هيروح وهيضيع. وفعلا هي ككوره انت مش بتقول حاجه ان انت بتسنده، هو طبيعي فعلا كده ان اللاعب طبيعي هيجيب، وهتجيله كوره مره واتنين وهيضيع وبعد كده هيجيب. بس طالما بيتحرك هو جاي وبيلم الكوره كويس وبيتحرك كويس في المنطقه. وانا بقول لك يا كابتن كولر والله شادي حسين افضل مهاجم في مصر، بس اللي واحد زيك انت ممكن هيخلص عليه. وانا زي ما قلت الفيديو التاني وهقولها تاني وتالت وكل فيديو هقولها، يا جماعه شوفوا لنا مساعد جوارديولا. والناس اللي بتقول ايه اللي هيجيبه يدرب في افريقيا، يا جماعه ده مساعد مدرب مش مدرب. والاهلي اكبر نادي في افريقيا، اما تجيب تقول لي مساعد جوارديولا تعالى درب الاهلي، هيقول لك، هيقول لا ليه يعني؟ ايه اللي هيخليه يرفض؟ ده مساعد مدرب جاي يدرب فريق هيلعب في كاس العالم للانديه، وفريق تاريخ اعظم نادي في افريقيا، فريق هيلعب في المره الثامنه في كاس العالم للانديه. يعني الناس ما تقلش من الاهلي ده النادي الاهلي يا جماعه، اللي هو نقوله ايه، نادي القرن يعني. مش اللي هيرفضوا ليه نبقى مساعد زي مساعد جورداه، هيرفضوا ليه يعني؟ وانا بقول كده الناس ما تقولش ده بيقول كلام غريب. ما هو عمال ارتيتا كان يعني، انا بقول عايز واحد ياخد يشم من جوارديولا، يكون شامم حاجه من جوارديولا يجي يدرب الاهلي، او واحد نفس مدرسته يا اخي، بلاش مساعد جوارديولا عشان الناس ما تقولش ده غريب. شوف واحد مدرسته، شوف هو مع ناديه كده كان اما بيبقى مزنوق في مباراه متكتله بيعمل ايه تحركات ازاي. لكن واحد زي كولر ده انا شايف بطريقته ده والله يعني ما شفتش مدرب بسرعه كولر كده احبط جمهور الاهلي، هو واللي قبله كان المدرب البرتغالي اللي كان قبله سواريش ده. يعني شايف بسرعة غريبة كولر بعد ما كان بادي بداية ولا أروع، بس بيكتب نهاية سريعة جدا مع الأهلي. وأنا والله زعلان بقول التصريحات ده، من بحب الاستقرار ونفسي الأهلي يبقى على طول أعلى في أعلى مكانة. لكن المدربين مش عارف والله، ما عارف التصريحات دي مين اللي بيوجهه ليها. ده لو واحد ده فعله والله ما هيقول التصريحات دي يعني، ولو قابض ما هيقول تصريحات زي كده. والحاجة التالتة بعد كده حابب بقى أتكلم، انت كولر بقت مخلين على طول نتكلموا في نكد، كل ما نجيبوا الاهلي بقت منكد على جمهور الاهلي، ما تشوفش اي حاجه حلوه اقولها من ساعه بقالك ماتشين ثلاثه مش عارف مالك. نخش على مباراه بكره ان شاء الله، في مباراتين سموحه وغزل المحله، هتبقى مباراه قويه جدا طبعا، سموحه بقياده طارق العاشر وغزل المحله بقياده بابا فاسيليوز. والناس عايزه تتابع برضه بالنسبه خالد عبد الفتاح، ناس كتير بترشحه للاهلي، هتشوف يمكن انا غلط ولا حاجه، وانا برضه هحاول اتابعه. انا مش عارف بأمانة الناس مرشحه لي الاهلي الباك الظهير الايمن، يشوفوه برضه يمكن احنا ظالمين ولا حاجه، يشوفوا الزياده الاداء الهجومي بتاعه. ما لو على اداء الدفاع ما احنا عندنا محمد هاني ما شاء الله، وما عندنا اكتر من لاعب يعني يؤدي الاداء الدفاعي. المشكله عندنا كانت في الاداء الهجومي من الظهير الايمن. فالناس تبقى تشوف خالد عبد الفتاح وتشوف يمكن انا ظالمه ولا حاجه، انه والله ما يستحق حتى يلعب في الاربع انديه في مقدمه الجدول. هو لاعب مؤدي يعني بيكافح في ارض الملعب، لكن مش بتاع اهلي ولا زمالك ولا فيوتشر ولا بيراميدز حتى، مش بتاع اي نادي من الاربعه الاوائل خالص. فالمباراه دي انا متوقعها تبقى مباراه يعني مباراه ممتعه، صعب التوقعات فيها، ما بين تعادل او فوز فريق يخطف جول. مباراه دي بتسموها ايه، انتش واجري اخطف واجري، هي بتتحسب كده. مباراة السموحة والمحلة ده، والمباراة التانية واحدة مباراة البنك الأهلي والمقاولين. وأتمنى أنا من محب كابتن حلمي طولان وبحب اللعيبة بتاعت البنك الأهلي، لعيبة تتحب كده، لعيبة كورة. أتمنى إنها تكون مباراة فوقان البنك الأهلي مع حب وتقدير كابتن شوقي غريب اللي بيلعب بالناشئين في المقاولين، ومطلع أكتر من ناشئ، وفريق بيفرح والله العظيم يعني فريق المقاولين العرب ده. فأتمناها مباراة جيدة، واللي يستحق نقول له مبروك، واللي هيخسر طبعا هنقول له هارد لك. وفي النهاية طبعا النهارده كانت وفاة أعظم لاعب في العالم الأسطورة بيليه عن عمر 82 عام، المنافس التاريخي لدييجو أرماندو مارادونا. كانت وفاته المنية النهارده عن عمر 82 عام. وده يعني ايه، الكرة بتفقد واحد نقول ايه يا جماعة، واحد أسطورة من أساطير الكرة العالمية، بيليه مارادونا، واللي خليفتهم حاليا هو ميسي. فواحد من الأساطير دي النهارده وفاته المنية، وإن شاء الله تبقى ان شاء الله يطلع لنا اساطير تانية. يعني ايه اساطير تانية كده، يعني احنا كلاعيبه الناس لسه صغيرين تعيش. يعني انا بحسد الناس اللي عاشت عصر مارادونا وعصر بيليه وشافت المواهب الجميله دي والله. واتمنى ان احنا برضو عشنا عصر زي عصر ميسي برضو وكريستيانو، اللي الناس ياما برضو بتقلل منه، مع اني شايف كريستيانو ده والله يا جماعه الظاهره يعني. تشوف السي في بتاعه، اللاعب برضو اعذروه يا جماعه، ده لاعب داخل على 40 سنه ولا تقريبا 38 سنه. فلاعب طبيعي ان المستوى البدني هيقل، الناس ما تجيش عليه برضه، ومظلوم مش لاقي نادي. تخيل واحد زي كريستيانو رونالدو ما هوش لاقي نادي يلعب فيه حاليا. وان شاء الله يعني نتمنى له انه يلاقي نادي كويس يلعب، يروح يلعب معاه. الناس سمعنا اخبار في فتره ان ريال مدريد ممكن يضم 6 شهور، والله شايفها تبقى احسن خطوه، وتحسب لريال مدريد خدوه حتى 6 شهور وبعدها يعتزل، بعدها يشوف نادي في امريكا براحته. بس لاعب زي ده ما يستحقش نهايه زي دي والله اللي هو فيها دول. واللي يعني كتاريخ وكمجهود، ولاعب كان طول عمره لاعب مكافح في ارض الملعب، لاعب محافظ على المستوى البدني. يعني لاعب عمره 38 سنه تتفرج عليه تقول ابن ال 30.
فأتمنى إن شاء الله إن تبقى يعني لو ينضم ريال مدريد حتى 6 شهور، وبعدها لو يعتزل حتى وبلاش يروح أمريكا ويعتزل، بس تبقى نهاية تليق بلاعب من ظواهر كرة القدم في العالمية، كريستيانو رونالدو. ومع كريستيانو رونالدو مش هيبقى أحلى من كده نهاية. واللي ريت اللي اتفرج عليها يا جماعة يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.